عايز اقول لك ايه يا عماد؟ كنت عايز اقول لك ايه؟ تمدين 300 جنيه. خد 400. ولا اقول لك خساره، خد ال 300 بتوعك اهو. يا خالد يا اخي، احنا مش اصحاب، احنا اخوات. انت كده زعلتني والله. خالد اوعى تكون بعت حاجه عشان تتصرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش. هجالي شويه فلوس من البلد، كام الف جنيه كده. ايه ده بجد جالك فلوس؟ انت فاجئتنا. طب ما تعزمنا على حاجه يا اخي بمناسبه الفلوس اللي جات لك. انت جيت في جمل من عيال الجوز يا متر. وانت محتاج حد يعزمك يا عماد؟ انت راجل دلوقتي بتشتغل في جرنانين وبتقبض مهيتين. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. انا مش بحسدك يا عماد، انا بس بنبهك انك اللي بتعمله ده دلوقتي غلط. انت راجل كاتب، مالك انت ومال الرسم الكاريكاتيري؟ ما هو عشان انت عشان مش مستوعبه الموضوع. يعني انت عندك مثلا مثال، يعني عمنا صلاح جاهين كان راجل. هو في اصلا وجه مقارنه بينك وبينه؟ صلاح جاهين ده كان حاله خاصه. يعني عماد كان حالة عفشه. طبعا. نعم. ايوه، لانك كمان ما بتشتغلش في جورنال عادي، ده راح يشتغل في جورنال حكومه. يا نهار ابوك اسود، في حد يعمل اللي هي بتقوله ده؟ وماله يعني الجورنال القومي؟ الجورنال القومي ليه اهداف نبيله، بيحمي البلد. وبعدين الجورنال القومي ده بيحافظ على الناس اللي معاه وبيقدرهم. انا باخد مرتب كويس جدا فيه. تحب تشتغل معانا؟ لا. انت كمان عايز تاخده معاك؟